مرحبا بكم في بودكاست صوت جربة على منصة موجة. معايا أنا الناشطة في المجتمع المدني مفيدة غموري، واللي إن شاء الله باش نتناولوا في كل حلقة منه رحلة فريدة نستكشفوا فيها مع بعضنا مواضيع تمس حياة المواطن في شتى المجالات. يهدف بودكاست صوت جربة إلى إلقاء الضوء على قضايا بيئية وثقافية توعوية، بالإضافة للتحديات اللي واجهها المواطن مع الإدارة، وهذا الكل باش يكون من خلال قصص وتجارب حية نسعى من خلالها نشر الوعي والتفكير في حلول جذرية للمشاكل اللي تهمنا، على خاطرنا نمنوا بالتغيير الكبير يبدأ بخطوة صغيرة من كل فرد فينا. باش نشارككم فكرة نجم تكون بالنسبة لكم بسيطة، لكنها غيرت نظام حياتي تماما، ورجعت عندي عادة جديدة خلتني نساهم في مستقبل بيئي أفضل للحومة متاعي وللجزيرة اللي نسكن فيها. هات نقولكم كيفاش بدأت الفكرة هذه. فكرتي بدأت من مارس 2019، وقت اللي خدمت مع مجموعة من الشباب في مبادرة محلية مجتمعية تحت عنوان نبني بوانتيان. وقتها تواصلنا مع أكثر من 500 مواطن من جزيرة الأحلام جرباء، وسألناهم مجموعة من الأسئلة متعلقة بأولوياتهم وتقييمهم للخدمات البلدية. ومن نتائج المبادرة هذه حددنا 3 مشاكل رئيسية تستوجب التدخل والمعالجة السريعة، واللي هي البنية التحتية، النقل العمومي، وكثرة النفايات. فاخترت أنا والفريق اللي معايا نخدموا على الشأن البيئي، ومن هنا بدأت رحلة البحث متاعنا كيفاش لازمنا نلقاو حل لمشكلة كثرة النفايات بالإمكانيات البسيطة متاعنا. وشوية شوية تعرفت على رئيس لجنة نظافة بلدية جربة ميدو، اللي هو بدوره عرفني على مواطن بالمجتمع المدني كان يعمل على تقنية تسميد النفايات العضوية. صراحة أنا عجبتني الفكرة، وقلت علاش ما نبداش بروحي نجرب نفرز النفايات متاعي ونشوف الفرق. روحت للدار، عملت حاوية كبيرة حطيتها في التراس، وقلت الراجلي وصغاري من اليوم البلاستيك الكل باش تحطوه هوني. وقلت لهم عنا 2 بوبالات الداخل في الكوجينة، واحدة باش تحطوا فيها بقايا الخضرة والغلة وقشور العظم والقهوة، والثانية باش تحطوا فيها بقية الفضلات. وكيما العادة بالطبيعة فضلات الماكلة باش نعطيوهم للقطاطس والدجاج متاعنا في المنزل. في البداية تعبت شوية، خاصة مع صغاري، لقاوها عملية متعبة أنهم يرجعوا يحطوا كل حاجة في بلاصة، خاصة أنهم في بعض الأحيان كانوا يخلطوا النفايات كلها مع بعضها. لكن أنا ما أيستش، كنت نرجع وراهم ونفرز كل حاجة نحطها في بلاصتها. وبعد مدة قصيرة لقيت أنه كميات النفايات نقصت بشكل ملحوظ، اللي خلى راجلي منبهر بالفكرة، وخاصة واني انا كنت كل يوم كما اكثرية نساء تونس ما تنساش البوبالة، شبيك خليت البوبالة، وكان يسمع في الجملة هذه يوميا. لكن توا رجع يخرجها مرة في الجمعة، وحتى كان بقات أكثر. ما تقلقنيش على خاطر لا عاد فيها لا ريحة ولا ناموس. والأجمل من هذا كله أني لاحظت تأثير العادة هذه في عائلتي، بديت براجلي من بعد بصغاري. وانتي إذا كنت تتسائل كانت نجم تبدأ المرحلة هذه، نقولك أي نعم نجم، ما تستهلكش برشا وقت، فقط ابدأ بخطوة بسيطة نجم تندهش من الفرق اللي باش تحدثه. عادة بسيطة كالتسميد المنزلي تخليك تعمل الفرق، ومع بعضنا نبدأ التغيير.